أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد لمصادر مهمة جدا. أهلا بيكم. النهاردة مهمتنا هتكون إننا نتعمق أكتر في أفكار كتاب كلاسيكي. كتاب لسه ليه تأثير كبير جدا لحد دلوقتي. بالظبط، سحر التفكير الكبير أو The Magic of Thinking Big. الهدف بقى يعني مش مجرد تلخيص للكتاب ده. أكيد لأ. لا، إحنا عايزين نفهم ليه كتاب نزل سنة 1959 يعني من زمان جدا. جدا. كاتبه دكتور ديفيد شوارتز، كان بروفيسور تسويق ومدرب تحفيزي، ومشهور جدا في وقته. وباع أكتر من 6 مليون نسخة. إيه السر إن الكتاب ده لسه بيتكلم معانا النهاردة؟ هو ده السؤال المهم فعلا. كتير بنسأل نفسنا إيه الفرق بين حد بيحقق نجاح عادي وحد تاني بيعمل إنجاز يغير حياته كلها؟ النهاردة هنكتشف الإجابة في واحد من أهم كتب تطوير الذات، سحر التفكير الكبير للدكتور ديفيد شوارتز، وهنفك مع بعض شفرة المبادئ اللي ساعدت ملايين الناس يوصلوا لأبعد من أحلامهم. الاقتباس ده بالذات بيحطنا قدام سؤال جوهري ومهم جدا. يا ترى إيه سر النجاح الاستثنائي؟ هل هو موهبة ولا حظ ولا مجهود خارق؟ دكتور شوارتز بيقول إن الإجابة أبسط من كده بكتير. مش مهم إمكانياتك إيه، الأهم هو حجم الطموح اللي بتفكر بيه. وطبعا عشان الكلام ما يبقاش كله تنظير، خلينا ناخد قصة حقيقية، قصة بتورينا ازاي التفكير الكبير ممكن يحول فكرة عادية خالص لظاهرة عالمية. هنتكلم عن قصة توماس ستانلي، مؤلف كتاب المليونير في البيت المجاور، ونشوف ازاي نصيحة واحدة بس قلبت كل الموازين. تخيلوا معايا الموقف. ستانلي كان معاه كنز من البيانات والأبحاث، وكان خلاص على وشك يخلص كتاب مهم جدا في مسيرته، بس عقله كان محبوس في فكرة صغيرة قوي، إنه بيكتب كتاب أكاديمي لناس معينة وشريحة صغيرة. يعني كان باصص تحت رجليه بمعنى الكلمة، ومش شايف الإمكانيات الضخمة اللي قدامه. وبسبب التفكير الصغير ده كان سقف طموحه كله إنه يبيع 150 ألف نسخة. طبعا رقم مش وحش، بس ولا حاجة جنب اللي كان ممكن يحصل. وهنا بقى تيجي الصدمة. شوفوا المفاجأة، 2 مليون ونص نسخة، ده الرقم الحقيقي اللي الكتاب باعه. طب ازاي؟ ايه اللي حصل عشان النقلة الخرافية دي تحصل؟ السر أبسط مما نتخيل، نصيحة واحدة بس غيرت كل حاجة. السر كله كان في نصيحة من الدكتور شوارتز نفسه. قال له جملة بسيطة جدا: فكر بشكل أكبر. بدل ما تقول للناس إزاي الأغنياء بيصرفوا فلوسهم، قول لهم إزاي أصلاً بقوا أغنياء. بس كده. ومن هنا اتولدت أسطورة في عالم الكتب. قصة ستانلي بتورينا النتيجة العملية والمبهرة، بس يا ترى إيه هي الفلسفة نفسها؟ إيه هو أساس فكرة التفكير الكبير اللي ممكن تقلب موازين أي حد فينا؟ يلا بينا ندخل في تفاصيلها. الفكرة في جوهرها بسيطة، بس في نفس الوقت بتزلزل أي قناعات قديمة. شوارتز بيقول إن النجاح ملوش دعوة بالذكاء الخارق أو الحظ، لكن ليه دعوة بحجم الرؤية. الموضوع عامل زي ثيرموستات كده، لو ظبطته على درجة واطية النتائج عمرها ما هتكون مبهرة. السقف اللي بيوقفنا هو السقف اللي بنبينه نفسنا جوه دماغنا. والجملة دي بتلخص كل حاجة. النجاح مش حكر على فئة معينة، مش نادي سري للأذكياء أو المحظوظين، لا، هو قرار إن أي حد فينا يتحدى الصوت الداخلي اللي بيقوله لا، صعب، مش هينفع. القدرة على كسر الحواجز الوهمية دي موجودة عند كل الناس. طيب، سؤال منطقي جدا. لو الموضوع بالقوة والبساطة دي، ليه مش كل الناس بتفكر بشكل كبير وبتنجح؟ شوارتز عنده تشخيص للمشكلة، بيقول إن في زي مرض عقلي منتشر بيشل طموحنا، والأهم إنه بيقول لنا إزاي نعالجه. المرض ده سماه اسم غريب شوية، excusitis، أو نقدر نقول مرض الأعذار. كلنا بنقع فيه. عارفين العادة دي بتاعت إننا نلاقي مبرر لأي فشل أو أي تقصير؟ هو ده بالظبط. الناجحين بيهربوا من الأعذار والعاديين بيبنوا حياتهم عليها. والأعذار دي ليها 4 وشوش مشهورة قوي بنشوفها كل يوم. أول حاجة، صحتي على قدي. تاني حاجة، يا إما أنا كبير وعداني القطر، أو صغير ولسه بدري. تالت عذر وهما القدرات العقلية، أنا مش ذكي كفاية. وطبعا الشماعة اللي بنعلق عليها كل حاجة، الحظ والظروف. بس لو حفرنا تحت كل الأعذار دي هنلاقي إن كلهم طالعين من نفس المصدر، الخوف. الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من المجهول. لكن الخبر الحلو إن في علاج. والعلاج هنا بسيط لدرجة خض، خطوتين 2 بس. أولاً، واجه الخوف ده، اعرف بالظبط إيه اللي مخوفك وسميه باسمه. الخطوة التانية ودي الأهم، اتحرك. خد أي أكشن، أي خطوة لقدام حتى لو صغيرة، لأن التفكير والتردد بيخلوا الخوف يكبر، لكن الفعل هو اللي بيقضي عليه ويبني مكانه ثقة. تمام،
دلوقتي احنا عرفنا ازاي ننظف العقل من الأعذار والخوف. جه بقى وقت المرحلة التانية، مرحلة الهجوم. ازاي نخلي النجاح ده عادة تلقائية؟ الموضوع مش بس اننا نشيل الوحش، لا، ازاي كمان نبني الحلو. وهنا شوارتز بيقسم الناس لفريقين. الفريق الأول سماهم السلبيين، ودول اللي قاعدين مستنيين الكواكب كلها تترص في صف واحد عشان يبدأوا، وطبعا ده عمره ما بيحصل. والفريق التاني هم الفعالين أو الأكتيفيشنستس، دول بقى الناس اللي بتنجز، اللي أول ما بيجيلهم فكرة أو إلهام بيتحركوا في ساعتها. الأكشن عندهم عادة. طيب إزاي نكون من الفريق ده؟ إزاي نطور التفكير الإبداعي عندنا؟ الموضوع مش سحر ولا موهبة خاصة، دي عضلة بتيجي بالتمرين. شوارتز بيدينا 3 تمارين. أولاً لازم نؤمن إن الحل موجود، الإيمان هو اللي بيفتح أبواب العقل. ثانياً البيئة المحيطة، لازم نحوط نفسنا بناس طموحة لأن الطموح ده معدي. وأخيراً الفضول، نسأل كتير ونسمع أكتر. الأفكار العبقرية ساعات كتير بتكون مستخبية في كلام الناس. والجملة دي هي خلاصة الحكاية كلها. العقل ده ممكن يكون منجم أفكار، بس من غير فعل كل الأفكار دي ملهاش أي لازمة. القيمة الحقيقية بتتخلق أول ما الفكرة تخرج من الدماغ وتتحول لخطوة على أرض الواقع. طيب أكيد في الطريق ده هنقع وهنفشل، ده طبيعي. المبدأ الأخير والمهم جدا في الكتاب هو إزاي نتعامل مع الفشل والنكسات دي. شوفوا الفرق الكبير في التفكير. العقلية الصغيرة بتشوف الهزيمة على إنها نهاية القصة وبتبدأ تلوم أي حاجة حواليها، لكن عقلية التفكير الكبير بتشوفها مجرد درس، فرصة ممتازة عشان الواحد يتعلم ويحلل الغلط ويقوم تاني أقوى وأذكى. شوارز بيقول إن الفاشل مش هو اللي بيغلط، كلنا بنغلط. الفاشل الحقيقي هو اللي بيقع وما بيتعلمش من الوقعة. الفشل مش في السقوط نفسه، الفشل الحقيقي هو إننا منستفدش من تجربة السقوط دي. وفي الآخر خلونا نسيبكم مع سؤال مهم جدا، سؤال وتحدي في نفس الوقت. خدوا لحظة كده وفكروا بجد، لو الفشل ده مش موجود في القاموس، لو النجاح مضمون 100%، يا ترى إيه هو أكبر وأعظم هدف ممكن الواحد يسعاله؟ الإجابة على السؤال ده مش مجرد خيال، دي ممكن تكون بداية الطريق الحقيقية. هي دي الشرارة الأولى لسحر التفكير الكبير.